بالحنجرة. كيف صحتك أستاذ باسم؟ الخيرات. تفضل. تحياتي استاذ سمير. حبيب القلب. تحياتي لكل جمهورك الجميل وكل الاخوه اللي عم يتابعوك أهلا وسهلا. يعني يتواصلوا معك. وتحيه لكل حدا. يعني حقيقه اليوم عم يقول وجهه نظر او راي، شو ما كانت وجهه النظر والراي، طالما هي ضمن حدود المنطق نعم. واللياقه وبدون الخروج عن يعني الآداب والطريقة اللطيفة. حاول تعمل باركينج أستاذ باسم مشان نسمع حكياتك الحلوين، ما تكون مشوش بالقيادة إذا كنت عم تسوق بترجاك. ماني واضح صوتي يعني؟ واضح، لا مشان ما تشرد، لأنه بيشرد السائق أيامات. لا تمام أنا حاطط سماعات. إن شاء الله بتسلم لقلبي. أستاذ باسم، كيف كانت زيارتك إلى دمشق وسط مخاوف منه أنت يا أخي وإلى آخر؟ أنا لن أتكلم، أنت أبو الكلام والمفهومية، الهوى لك سيدي. أن انطباعك عن زيارتك لدمشق، ما الذي يجري بدمشق، ورسالتك إلى السوريين بشكل عام وللقيادة بدمشق الجديدة. تفضل. لا أنا الحقيقة زيارتي كانت زيارة جيدة ولطيفة وإيجابية، وكان في مبادرة لطيفة تجاهي. أنا الحقيقة قدرتها جدا، قدرتها لأنه أنا يعني استقبلت استقبال كثير جيد. الحمد لله. أكيد الجماعة في دمشق عندهم معلومات كاملة عن كل شخص وكل تفاصيل ما يحيط فيه إلى آخره. ممتاز. من إشارات استفهام أو غير استفهام. فأنا استقبلت استقبال جيد جدا، وكان يعني الإشارات كلها كانت إشارات جيدة للتعاطي. لمست فعلا رغبة حقيقية في مد الجسور والتواصل وبناء خلينا نقول نوع من بناء الثقة الجميل والجيد، تسيير العلاقات بين السوريين. برافو. هلا انا ما بدي يكون نوع من ليك، لا بدي بالغ ولا بدي اقعد هي، بدي احكي بالامور على قدر يعني على قدر تماما مشاهدتي استاذ سامي. بشفافية أرجو. نعم تفضل. تمام. انا اجتمعت مع ناس حقيقة هن على قدر جيد جدا من الثقافة والمتابعة، ويعني على قدر جيد من المبثر ثقافة، على قدر جيد من طبيعة أو طريقة الحوار. يعني طبيعة وطريقة الحوار هي طريقة تشجع على أنك أنت تكون واضح صريح، تحكي بكل ما هو عليك ولك. نعم. وأنا كنت مرتاح جدا، وكانت زيارة موفقة. مع الصعيد بقى خلينا نحكي على صعيد الشارع بشكل عام، فكمان ردود الفعل كانت جدا 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 إيجابية، وهي لا تعكس تماما حالة أحيانا الشيء المسعور اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. يعني تقول أن هذا الانفلات